بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله معايا شابتر 5. هنبدأ نشرح فيه خطوة بخطوة كده، سلايد سلايد. هنا بيقول لي بقى إيه في شابتر 5؟ العنوان بتاعه ديزاين ستيب 1، يعني التصميم في الخطوة الأولى. defining the problem، يعني اللي بعرف المشكلة أو بعرف المشكلة. تمام كده. هنا بس بيقدم الموضوع، إحنا داخلين على أول خطوة في رحلة التصميم الهندسي، وهي فهم المشكلة اللي هي define the problem. التصميم مش سهل او مباشر. عايز اوصل معلومه سهله وبسيطه ان التصميم ده او الديزاين مش اي حد يعمله. لازم مهندس، ومهندس شاطر مجتاز اختبارات كتيره جدا عشان يوصل للمستوى بتاع التصميم. فهو كده مش سهل ولا مباشر، محتاج شغل جماعي زي ما قلنا قبل كده، في تيم. ما ينفعش واحد بس هو اللي يقوم بالشغل كله. وتفكير عميق. لازم التيم ده كل واحد يفكر ويختار الفكرة الأصح، والتنفيذ يكون زي ما قلنا بأعلى جودة، أقل وقت، شغل جماعي وهكذا. طيب نبص بقى على الاستاد اللي بعد كده. نخش بقى في الايه في الموضوع. بيقول لي هنا ويلكم تو ذا ديزاين استوديو، اهلا بك في استوديو التصميم. التصميم مش مجرد شغل فردي، لازم الفريق وفريق متفاعل موجود، انتر تمام كده، زي ما احنا قلنا انتراكت يعني متفاعل. في العادة الطلبات بتكون متضاربة، مثلا عايزين سرعة وجودة مع بعض. ماشي. طب ايه تاني بقى؟ بيقول لي لازم نحدد ايه متطلبات. طب المتطلبات دي بتبقى موجودة بالظبط. هنا بيقول لي مثلا القيود اللي هي دوموندس متطلبات او القيود. تمام، الحاجات الضرورية والحاجات اللي نتمنى تكون موجودة. وش يعني نتمنى ان المتطلبات دي تبقى موجودة متوفرة معايا للمهندسين عشان نبدأ ننفذ المشروع. هنا بيقول لي بقى ايه؟ اول معلم في رحلاتنا تمام هو توضيح المهمه، اللي هي clarification of the task، عشان ابقى عارف المهمه بتاعتي ماشيه ازاي. طيب السلايد اللي بعد كده بيقول لي problem definition، اللي هو تعريف المشكله. بيقول لي بقى اقرأ الوصف كويس، وممكن اللي بيشتكوا منه هو فعلا المشكلة. تمام. طيب نقرأ كده. بيقول لي مثال: الناس تشتكي إن الأسانسير بطيء، ممكن تحط موسيقى جميلة أو كوفي بدلا من تركيب مصعد جديد باهظ الثمن. طيب الدرس هنا إيه؟ إن أنا أفهم السبب الحقيقي وراء المشكلة قبل ما تبدأ تحلها. ماشي. طيب إيه مشكلة المنطاد؟ ديت مشكلة. التحدي كان ايه؟ كان رجع كارات نيف، اللي هو يعني تقريبا مصمم المنطاد ولا حاجة، القاعدة باستخدام منطاد. بس هل فعلا لازم تستخدم منطاد؟ ممكن تفكر بطريقة أسهل. تمام. هنفهم دلوقتي هو عايز مننا ايه مع الأمثلة دي كلها. بس هل فعلا لازم نستخدم منطاد؟ ممكن نفكر بطريقة أحسن من كده علشان نستخدم ممكن حاجة تبقى أقل في التمن، مش لازم منطاد. طب لو ده عقد تجاري مش مجرد مسابقة، لازم تستأذن العميل لو غيرت الخطة. في الآخر كده السطر اللي في الآخر، لازم تستأذن العميل عشان تغير الخطة بتاعتك لو أنت مش عايز تستخدم منطاد. طيب برضو أنا ما فهمتش هو عايز يوصل لإيه. برضو واحدة واحدة هنوصل للي هو عايز يوصله لنا. بيقول لي هنا في السلايد الجديد، بيقول لي قائمة المواصفات list of specifications. تمام كده، اللي هي قائمة المواصفات. ايه بقى المواصفات؟ بيقول لي في نوعين من المواصفات: ديموندد اللي هي مطلوبة او اساسية، ديموند يعني مطلوب، حاجة مطلوبة، حاجة اساسية جدا، تمام، ما ينفعش اتخلى عنها. وحاجة وجد اللي هي إيه، انا اتمنى ان هي تبقى موجودة، ممكن تبقى رفاهية وممكن تبقى بتساعد او تنجز في الوقت. طيب لازم نفرق كويس بينهم، ما بين حاجة ضرورية وحاجة ترفيهية أو إضافية بالنسبة للتيم. استخدم أرقام واضحة مثل وزن 2.5 كيلو جرام بدل من كلمة ثقيل. تمام. دي نقطة كده، اللي أنا بدل ما أقول حاجة تقيلة، حاجة رفيعة، حاجة كبيرة، حاجة صغيرة، لا، قول وزنها، يعني خليك واضح. هنا هو عايز يوصل لي افكار المهندس بيبقى بيتكلم ازاي او بيتعامل ازاي مع التيم المهندسين. انا المادة ديت علشان تبني لي قاعدة او مفهومية كده عن المهندس، وازاي المهندس ده بيبقى ماشي في الشارع كده مع التيم بتاعه عشان يدرسوا الموقف، يستطلعوا المشكلة، يفرضوا حلول وهكذا. وزي ما قلنا في المشكله بتاعت المنطاد او السلم تقريبا، اللي هو استخدم طريقه باهظه الثمن علشان يوصل للحل. ده الفكره كلها فيها، ده ما هو ما قاليش بس الحل، فانا حبيت اقوله. اللي هو استخدم فكره، الفكره ديت كانت سريعه مفيش مشكله، بس كلفت كتير، وده عكس مبادئ المهندس.
هنا بقى بيقول لي ايه جدول تصنيفات المواصفات. عشان ننظم مواصفاتك فكر في الايه في حاجه مهمه. البرفورمانس يعني اداء. الاداء بتاع الحل ده اللي انا عملته، الاداء بتاعه قد ايه؟ هيشتغل شويه ويبوظ، ولا مثلا هيشتغل فتره ومحتاج صيانه، ولا هيبقى يشتغل على طول؟ تمام كده. إيه مانيفاكتشرنج اللي هي التصنيع. تمام، خطوات التصنيع اللي انا بمشي عليها. طب جيومتري اللي هي الهندسه. تمام. الماتيريال المواد. ماشي. السيفتي الامان، الانرجي الطاقه. طب التايم الوقت. الترانسبورت النقل. تمام كده. الكوست التكلفه. الويت اللي هو الوزن. الستاندر المعايير. ايرو جيومتريك يعني بيئة العمل. هو ممكن هنا يبقى حاطط لي متلخبطة، بس مفيش مشكلة، وصلنا للترجمة. ممكن نقولها تاني هنا: performance الأداء، جيومتري هنا بسم الله. جيومتري هنا الهندسة أو علم الهندسة. الماتيريال هنا المواد. الانرجي الطاقة. تايم الوقت. كوست التكلفة. ويت الوزن. الرجماتيك ديت يعني بيئة العمل. الترانسبورت وسائل المواصلات. السيفتي اللي هي الأمان. الستاندر المقاييس أو المعايير اللي أنا ببني عليها. مانيفاكتشرنج التصنيع. تمام. طيب نشوف بقى السؤال اللي بعده. بيقول لي بقى مثال عملي تصميم الأوتو جوليفر. تمام. الاوتو جوليفر. طيب ده بيتكلم في ايه؟ التحدي هنا هو ايه؟ التحدي هنا بناء جهاز يضرب الكرة ويضعها في الحفرة بدون لمس الكرة باليد. تمام. ده كده ايه؟ ده كده هدف، او انا عايز اوصل للهدف ده. فالحاجه ديت بيقول لي ايه؟ انا عايز ابني جهاز. الجهاز ده بيعمل ايه؟ بيضرب الكوره. طيب وبعد ما يضرب الكوره بيحطها في الحفره. طب وبعدين بيقول لي بدون لمس الكره باليد. ماشي، عامله زي البيسبول كده. بيقول لي بعض المواصفات بتاعتها اللي هو بيقول مديهاني يعني. بيقول لي المطالب بتاعتها ايه بقى؟ بيقول لي السعر اقل من 600 دولار. احنا قلنا مواصفات الحاجه اللي انا بستخدمها لازم المهندس ده يجيب لي حلول مش مكلفه عليا. تمام، اي حد يبقى في متناول الجميع يعرف يشتريها. 600 دولار وحده واحده تحكم عن بعد. تمام. اللي هو ريموت كنترول اللي هي التحكم عن بعد. رغبات مثل ايه بقى؟ استخدام قطعه جاهزه. طيب وبعدين أول خطوة فصل المطالب الأساسية عن الرغبات. برضو عايز أوصل للحل، ومديني شوية أدوات عايز أستخدمها، عايز أوصل لحل بيها، ومحكمني بالأدوات دي. تمام. طيب الأوتو جوليفر بقى اللي هو تكملة المثال. علشان اوصل للتصميم بتاع الاوتو جليفر ده اللي هو الشخص بتاع الجولف. الجولف مش هو اللي بيضرب بالعصايه كده ويوصلها لحد الحفره. تمام. هو عايز يعمل بقى او آلة او جهاز هو اللي بيضربها. تمام، ويوصلها للحفره. ده كده الاوتو جوليفر اللي هو لاعب الجولف. بس انا عايز اجيب بقى جهاز هو اللي بيستخدم لعبه الجولف ديت بره عن الانسان. مواصفات الأداء: الضرب مثلا من 15 ل 250 يارد. يضرب الكرة من 15 ل 250 يارد. تمام. التمرير من 0 ل 15 يارد. طيب العمل على منحدر 45 درجة. طيب وإيه تاني؟ الرغبات بقى بتاعتي اللي هي الويشز بقى بتاعتي، هي بيتكلم في إيه؟ بيقول لي مثلا تسجيل 95% من الكرات من مسافة 3 أقدام أو أقل. ده كله هو مديهاني يعني. هو السبورترز اهوت يدي ديت يعني دوموند. تمام. وادي الكوست، وادي الريموت كنترول اللي هو التحكم عن بعد، والماكسيمم، والكانت تاتش بول يونت شوت انتل شوت. تمام كده. ما ينفعش تمسك الكوره بايدك غير لما تشوطها. وبعد كده السنجل يونت، وبعدين البورتابل اللي هو تعرف تشيلها او تتحكم فيها، ترفعها يعني. الباصز سيفتي انسبكشن اللي هو الامان بتاعتي. السبورترز فيت وزن 3 يارد سيركل. تمام كده. يبقى 3 اقدام اللي انت الكرات بتاعتك من مسافه 3 اقدام او اقل. طبعا هو اداك شويه متطلبات علشان انفذ الجهاز ده. طيب نشوف بقى المثال اللي بعده، او السلايد اللي بعده. بيقول لي ايه؟ تكمله المثال اكزامبل كونتينيو عشان افهم بقى هو عايز ايه بالظبط. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي تكمله المثال في الجزء الثاني ده. تمام. مواصفات اخرى زي ايه؟ طيب قولها لي كده واحده واحده. اللي هي الهندسه: استخدام 8 سيرفو. يعني استخدم 8 سيرف. السيرف ده من ضمن قوانين اللعبة. تمام. السيرف الأول أنا أضرب الكورة. تمام. السيرف التاني وهكذا. المواد بتاعتي تفضل أن لا تتأثر بالمطر أو الثلج. ماشي. عشان
ممكن ابقى معرض طبعا للمطر، الدنيا تمطر عليا والجهاز ما هو مكشوف، ما هو محطوط في حته مفتوحه، فاستخدم حاجه ما تتاثرش بالمطر او التلج. لو في مناطق مثلجه مثلا بتنزل تلج، الوقت جاهز خلال اقل من 14 اسبوع. طيب وبعدين دي كلها متطلبات علشان انفذ الجهاز، معلش ممكن الدنيا ما تبقاش واضحه شويه، بس ده كده مثال علشان يحطني في الموقف بصوره اوضح. الحاجات اللي انا ذاكرتها قبل كده يحطني في الموقف بصوره اوضح. طيب التصنيع استخدام ادوات متاحه، ماشي، زي ما قلنا المهندس بيستخدم ادوات بتبقى متوفره او بتبقى الناس كلها تعرف توفرها، لانه ما ينفعش مهندس يبقى يطلب حاجات غاليه جدا او بهذا الثمن كده. اللي عايز الحاجه ممكن يخش في نقطه تانية، نقطه متاهه، اللي هو انت بتستغلني او بتخليني تعجزني عن في المطالب بتاعتك. لا، ما ده حاجه ما تنفعش طبعا. إيه هنفهم دلوقتي برضو. السلايد ده بيقول لي الباقي المواصفات، تمام، ده كلها احنا كنا بنقراها من شويه. تمام، دي كلها الديموند بتاعتي. هنا الجيومتري اللي احنا اتكلمنا عليها اهوت اللي هو 8 سيرفو. تمام. وبعدين اتكلمنا برضو عن الماتيريال اللي هي ما ينفعش تبقى غالية، والتايم أقل من 14 أسبوع، والكوست بتاعتي أقل من $600. واللوكيشن التصنيع بتاعي بيوز افيلابل تول اللي هو أدوات متاحة. ممكن أقول قلتها كلها بالظبط عشان الاستاذات معايا ورا بعض وكده، بس الشاشة يا دوب أنا بعرض عليها. هنا بيكلمني بقى في إيه، في الإكزامبل كونكلود اللي هو الخاتمه بتاعت المثال. بيقول لي بقى باقي المواصفات اللي هي الامان مثلا. لازم تختار اختبار السلامه، ماشي، اللي هو الامان بتاعتي، اللي هي تاني واحده معايا اللي هي سيفتي يعني الامان ماست باس. هي سيفتي ريفيو، لازم تعدي اختبارات ايه، السلامه. النقل اللي هي ترانسبورت اللي هي اخر واحده معايا، بيقول لي لازم يكون محمول وسهل نقله. الجهاز ده لازم يبقى محمول زي اللابتوب كده، بقدر اشيله وانقله من مكان لمكان. واخر حاجه معايا المعايير، طبعا دي كانت اول حاجه مكتوبه بس مش مشكله، انا عندي يعني ايه الاصدارات مش شقلوبه شويه او فيها كلام مش مع بعضه، بس كده كده لازم ايه امشي عليهم كلهم. الستاندرد يلا المعايير إيه اللي هي راديوهات متوافقه مع قوانين الطيران. إيه متوافقه مع قوانين الطيران دي ممكن تبقى قصده اللي الجهاز بيرفع ايده وبيمسك العصايه وبيضرب الكوره وهكذا. تمام. يبقى دي قصده على قانون الطيران، يعني ايه بيحرك من فوق لتحت، يمسك بصوابعه كده العصاية. ممكن ابقى اجيب صورة كده في اخر برضو الاصابات، وابين شوية الجهاز ده بيبقى عامل ازاي. هنا بيقول لي الفكرة بقى اللي انا اجمع كل النقاط الضرورية مع بعضها، ماشي. طيب الاساينمنت او التكليف بقى، الخطوات تحديد المهمه. لو المشروع عام مثلا، ايه جنرال ديزاين بروجكت، لو المشروع عام اتكلم العميل او اعمل استطلاع للمنتج. تمام. طب لو مسابقه، لو كومبيتيشن يعني، لو مسابقه بيقول لي راجع القوانين واستفسر لو حاجه مش واضحه. تمام. طيب بيقول لي في الحالتين لازم تطلع بقائمه مواصفات مكتوبه ومنظمه، ده في الحالتين. طيب بيقول لي بقى هنا ايه الديزاين ورك شوب اللي هي ورشة عمل التصميم. التصميم معقد وله أبعاد كتيرة، علشان تنجح تخيل المواصفات المطلوبة، اشتغل ضمن فريق عمل لأفكار إبداعية. وبعدين بيقول لي هنا بقى آخر حاجة، بيقول لي اعمل تصنيف أولي بين الضروري والإضافي. يبقى أنا استفدنا حاجة مهمة من الشابتر ده كله. لما أجي أبدأ أنفذ مشروع، يعني اول حاجه بقولها ايه هي الحاجه الضروريه اللي انا عايزها اللي هي دوموندد، تمام، المطلوبه. وايه الحاجه الويشز اللي هي الحاجه اللي مش ضروريه بس اضافيه معايا، ممكن تبقى ترفيهيه او بتنجز في العمل. يبقى دي اول تصنيف إيه اقدر ابدا بيه الخطوات. زي ما هو قالها لي كده، هو اداني مثال، اسم مثال ممكن مثلا ما يكونش مش الطف الامثله اللي انا ممكن ابدا بيها. ممكن امثله سهله جدا تانية، ممكن مثلا زي الكتل اللي انا اغلي ميه، بدل مثلا ما استخدم ادوات بدائيه، لا استخدم كتل بينجزني بسرعه ويسخن الميه. ده ممكن مثال كان يقوله، بس هو استخدم مثال اللي هو الاوتو جولفر، اللي هو جهاز بيبقى واقف مكان الشخص اللي بيلعب جولف، وبيعمل نفس العملية بتاعته بالظبط، يضرب الكرة والكرة لازم تخش الحفرة حتى لو على سيرف أو أكتر من سيرف وهكذا. ونشيل الجهاز ونحطه الناحية التانية. الموضوع يعني المثال في الشابتر ده كان صعب، ان انا ايه ابدا بيه لطالب لسه عايز يفهم يعني ايه
امثله او يشوف امثله عمليه على التصميم وهكذا. طيب بيقول لي بقى هنا في الاخر، بيقول لي توضيح وفهم المهمه صح. لازم توضح المهمه، ولازم تعرف ايه المطلوب منك في المهمه دي، اللي هو الكلاريفيكيشن اوف ذا تاسك، اللي انا اوضح المهمه بتاعتي واعرف بالظبط انا ايه المطلوب مني وايه الحاجه المرفهه اللي ممكن تساعدني لو زودنا المبلغ شويه او الايرادات شويه في التصميم. ان شاء الله نبقى عرفنا نوصل المعلومه. وان شاء الله شابتر يبقى سهل وبسيط. كل الملخص المفيد بره عن المثال، اللي انا اصنف الديموندد والويشز واشوف اللي انا محتاجه اللي انا مش محتاجه دلوقتي. لو عايز ازود شويه في التكاليف وهكذا. ده المغزى من الشابتر ده كله. شابتر سهل وبسيط مش محتاج اي حاجه. لو المثال مش عاجبك طنشه، ادي امثله تانية من دماغك، شوف امثله تانية على النت، مفيش اي مشكله. دلوقتي في نهايه الشابتر ان شاء الله هجيب برضو صوره للي هو كان عايزه.